السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني كتير، يا رب تكونوا بخير يا رب. وتعجبكم قناة وتعجبكم الحاجات اللي احنا بننزلوها. يا ريت تشتركوا في القناة وتوصلونا ل1000 مشترك. انا هعمل النهارده بيتزا للعيال، عشان هما بقالهم كتير على بيتزا يا ماما بيتزا يا ماما، فقررت ان انا اعمل لهم بيتزا. وهعمل لنا عيش بصدق عشان ايه احنا مش بنحبوا البيتزا. فهقسم الدقيق وهعمل نصه بيتزا ونصه عيش بصدق. انا كده بعجن البيتزا الاول بحط الميه اهو. حطيت الخميره وحطيت الميه وحطيت الزيت. بحط الحاجات دي الاول في عجينه البيتزا، وبعد كده هحط عليها الدقيق وحطيت السكر وهحط رشه ملح فوق الدقيق. وفي ناس بتحط عليها بيض بس انا ما بحبش، وفي ناس بتعجنها باللبن برضو، بس بحس ان اللبن بينشفها، فانا بعجنها عادي بالميه. انا بحط الدقيق، هحط 4 كوبايات دقيق، وحطيت كوباية ونص مية، بس انا حطيت المية بكوباية تانية غير اللي عيرت بيها الدقيق، فطلع ان انا عايزة حبة مية تاني، فاضطريت ان انا احط عليهم حبة مية تاني. هبتدي بقى ان انا اعمل الخليط مع بعض، اخلطه مع بعض. وطبعا اروى رئيس العجين معايا طبعا ومونسيني اهو. انا كده بقى بلم العجينة مع بعض. ما تنسوش بقى اللايك والشير وتفاعلوا مع القناة، ويا رب تكون الحاجات اللي احنا بننزلوها بتعجبكم. قولوا لنا ايه رأيكم في الحاجات اللي احنا بننزلوها اهو. انا كده بقى بلم العجينة، لقيتها بتلزق في ايدي فحطيت لها حبة زيت. لميتها خلاص، احط حبة زيت من تحت القعر بتاع البلاستيكة، واروح حط عليها العجينة واسيبها بقى تخمر، اغطيها بكيس واسيبها تخمر. نقطة زيت صغننة خالص بس من تحت، بحيث ان هي لما تخمر ما تلزقش من تحت ولا في الجناب وكده اما اجي اطلعها. قبل كده حطيتها من غير نقطة الزيت دي، فما جيت اطلعها لقيتها لازقة من تحت وفي الجناب، وطلع عجين ياما في البتاع اهو. هسيبها بقى تخمر، اغطيها بكيس وهسيبها بقى تخمر. وعندك استرتش ممكن تغطيها بيه. هبتدي بقى اعجن عجينة العيش بقى بحط الاول الدقيق، وبعد كده بحط عليه الخميرة، وبعد كده بحط عليه معلقة السكر وحبة الملح، وبعد كده المية في الاخر، يعني عكس عجينة البيتزا. وبعجن كل عجينة لوحدها، عجينة البيتزا لوحدها وعجينة العيش لوحدها، عشان عجينة البيتزا بتبقى طرية عن عجينة العيش، عجينة العيش بتبقى ناشفة شوية عن عجينة البيتزا، ان انا اعرف ان انا افردها بالنشابة. كان عجينة البيتزا احنا بنفردوها بايدينا في في الصينية. وحطيت بقية كيس الخميرة، كنت حاطة معلقة خميرة على البيتزا، وحطيت بقيته على العيش، وحطيت معلقة سكر ورشة ملح وحبة زيت برضو. احط حبة الزيت في الكوباية اهو، يعني حبة زيت صغيرين، البيتزا بتبقى اكتر بحط زيت اكتر على البيتزا. بس هجيب بقى المية الدافية، الفترة اللي انا كنت مدفيها شوية. مم. هنا لقيت الدقيق حبة صغيرين، فكان عندي حبة دقيق من الاول، فحطيت عليهم شوية، يعني خدت دقيق اكتر للبيتزا. فلقيت دقيق العيش حبة قليلين، فهحط عليهم حبة.
ان هما يعملوا معايا مثلا 6 رغيفة ولا حاجة. طبعا عارفين ان بره دلوقتي العيش غالي في الفرن، انا معرفش بكام، ده اخر مرة كنت عاملاه كده ب3.5، معرفش دلوقتي بيعملوه بكام. فانا بعمله في البيت بصراحة، بقالي فترة بعمله في البيت وبيكون حاجة انضف يعني في البيت برضو، حاجة انت عاملاها بايدك طبعا. مم. بعجن بقى العجينة، بحط بقى كده المية عليها وهعجنها. انا كده عجنتها. طبعا عجينة العيش مش بنسيبوها تخمر غير بعد ما بنقطعوها، بنقطعها الاول كور واسيبها على جنب تخمر. اقطعها كور متساوية شبه بعض، واسيبها بقى على جنب تخمر. عجينة العيش ما ينفعش ان هي تبقى تلزق في الايد، لازم تبقى ناشفة ما تلزقش في الايد، تبقى حلوة يعني. لكن لو بتلزق في الايد تبقى كده يعني ايه، محتاجة حبة دقيق عشان انت وانتي بتفرديها مش هتفرد معاكي، هتلزق في النشابة. بعمله بقى كله. لسه ورايا ترويق، عايزة اروح اروق بقية الشقة واخلص. انا كده بقى خلصت وغطيتهم واسيبهم برضو على جنب يخمروا. وطبعا هنا انس دخلي مع اروى ومع ايسر وكلهم واقفين معايا في المطبخ طبعا، وانا مش عارفة اعمل منهم حاجة. ولسه ورايا ترويق، انا عملتها وسبتها وروقت ورجعت بقى هعمل بقى. هي خمرت، عجينة البيتزا خمرت. هعمل بقى الصلصة بتاعت البيتزا. قشرت توم، قشرت توم وقطعته وضربت طماطم في الخلاط. وطبعا بنحط على عجينة البيتزا زعتر. احمر التوم تحميرة كده صغننة، مش تحميرة جامدة، دوبك يصفر بس. واروح حاطة عليه الطماطم والزعتر. اروى بتسلم عليكم اهو. بحمر بقى الزيت، بحمر قصدي التوم. هحمر التوم واحط عليه بقى الايه الصلصة واسيبها بقى تتسبك من لما اقطع بقية الحاجات. اهو اقطع الطماطم وهقطع الفلفل والزيتون وكل الحاجات اللي انا هعمل بيها، والصدق والجبنة هعملها في الخلاط عشان انا جايباها وحطها في الفريزر فطلعتها من بدري. هعملها في الكبة قصدي، هضربها في الكبة عشان تبقى حتت صغننة. بس انا ما جبتش جبنة موتزاريلا، هي كانت محتاجة جبنة موتزاريلا بس انا نسيت اجيب جبنة موتزاريلا بصراحة، فهحط عليها جبنة شيدر وخلاص. اهو، والفلفل وكل حاجة قطعتها وحضرتها. هبتدي بقى ان انا اعمل بقى البيتزا الاول، وبعد كده افرد العيش واعمله برضو واحطه جوه الفرن. هجيب بقى البيتزا والصلصة اهي. لازم الصلصة بتاعت البيتزا تبقى تتسبك كويس، ما تبقاش خفيفة، ان احنا بنحطها على الوش لازم تبقى ماسكة. هجيب بقى الصينية، هبتدي بقى ان انا افرد بقى العجينة فيها. جبت النشابة وهغسلها واسيبها على جنب تتصفى من لما اعمل البيتزا. حطيت نقطة زيت بس من تحت في الصينية. هبتدي بقى ان انا افرد العجينة، اجيب حتة من العجينة وافردها في الصينية.
على قد الصينية، والباقي هعمله بقى في صاج وادخله برضو الفرن. مهم. بس انا لقيتها بتلزق في ايدي، فهحط نقطة زيت على ايدي. قولوا لي ايه رأيكم. انا مش شيف على فكرة ولا حاجة، انا بعمل عادي بالطريقة العادية. فقولوا لي ايه رأيكم، لو حد عنده فكرة ان هو بيعملها احسن من كده برضو يقول لي ويعرفني، ان انا لو في اضافات ان انا احطها عليها ان هي تبقى احلى. انا بعملها عادي زي اي حد ما بيعملها، عشان ما حدش يتريق عليا ويقول لي ايه اللي انت عاملاه ده ومش ايه اللي انت عاملاه ده. انا عاملاها عادي وبقى العيال نفسهم فيها فانا عاملاها. لكن انا مش بقول لكم ان انا شيف بقى وبعمل وبسوي، لا. عادي انا بطبخ عادي على فكرة. لو حد عنده فكرة ان انا اضيفها عليها وان هي تطلع احلى يقول لي يعرفني. اكتبوا لي ان هي تحطي عليها كذا وكذا عشان اعرف. وما تنسوش بقى اللايك. اهو ببتدي بقى ان انا احط الصلصة عليها واحط بقى الحاجات بتاعتها كلها عشان ادخلها الفرن. عشان العيال بقى كانوا جعانين وواقفين لي يا ماما يلا عايزين بيتزا، يا ماما يلا عايزين بيتزا. مهم. كده انا عملت الصلصة بتاعتها، فردتها حلو. هحط عليها بقى بقية الحاجات. احط الاول الصدوق. اول حاجة هحطها عليها الصدوق. اهي فردت الصلصة، احط بقى عليها الصدوق من تحت. مهم. حطيت كده بقى الصدوق. هحط الطماطم وهحط الجبنة وهحط الزيتون. حطيت الصدوق وخلصت. احط بقى الطماطم والفلفل والزيتون والجبنة. حطيت كل الحاجات. اهي هدخلها بقى الفرن. اروح اولع الفرن. انا مولعه الفرن تسخن شويه، هضطر بقى ان انا ادخلها على طول. بس كده هبتدي بقى ان انا افرد بقى العيش. حطيت حبه دقيق من تحت طبعا. وهجيب عجينه من اللي انا كنت عاملاها. وهجيب بقى النشابه، طبعا النشابه نشفت عشان انا لسه كنت غسليها. بس بقى اكتر حاجه بكرهها بقى المواعين بقى. خلص الاكل ولا يكون مواعين قد كده، هتشوفوا معايا بقى دلوقتي. مهم. ببتدي بقى ان انا افرد الرغيف. وبعدين انا بفرد وبحشي على طول في نفس الوقت. ما بفردش واحد واحد واحطهم فوق بعض وبعد كده ارجع احشي، لا. انا بحشي اللي انا بفرده. عشان قبل كده عملت ان انا حطيتهم فوق بعض، المفروض ان انا لو عندي مكان ان انا احطهم جنب بعض عادي. لكن عشان ما فيش مكان فبحشي على طول في نفس الوقت. قبل كده حطيتهم فوق بعض لزقوا. فمعرفتش ان انا اطلعهم، اضطريت ان انا اعملهم من الاول وجديد تاني. فردته هبتدي بقى ان انا احشيه. وهنا البيتزا استوت. ايه رأيكم بقى في البيتزا المندوة؟ الله طعمها جميل. تسلم ايدي. قولولي بقى ايه رأيكم. وهنا العيش خلاص اهو هدخله جوه الفرن. حطيت عليه سمسم من على الوش وحبة البركة عشان تبقى حاجة فيها بركة كده. اهو. المواعين بقى، تعالوا شوفوا بقى المواعين معايا بقى. بصوا بقى المواعين قد ايه. هغسل المواعين. وكده العيش بقى استوى. قولوا ايه رأيكم. والبيتزا طبعا. ادفعوا مع القناة بقى ووصلونا ل1000 مشترك. باي باي يا حبايب قلبي.